أهلا وسهلا بكم في إذاعة راديو زمان. خير يا فتحية؟ قلت لك 100 مرة ما تقوليش يا فتحية، اسمي مدام فتحية. بأمارة ايه؟ ما انا وانت زي بعض، انا غفير الفله وانت خدامة الفله. اخرس قطع لسانك. انا مش خدامة ومش زيك، انا متعلمة ومعايا دبلوم تجارة، وبشتغل هنا مديرة الفيلا ومديرة الخدامين اللي بيشتغلوا هنا، يعني مديرتك يا عزام. فاهم ولا لا؟ فاهم يا ست المديرة. اوامرك محتاجة مني ايه؟ فين الجناين اللي قلت لطارق بيه عليه؟ مش راضي بالمهية اللي البه رابطها له. مش راضي ب2000 جنيه وياكل ويشرب وينام ببلاش؟ لا هو في حد في الزمان ده يرضى يشتغل ب2000 ولا ب3000 جنيه في الشهر؟ ما انت شغال ب3000 جنيه وماسك فيها بايدك واسنانك ومش عايز تفارقنا. هو انا يعني لقيت شغلانة احسن منها وقعدت؟ يا ريتني سمعت كلام ابويا وكملت علامي. يعني كنت هتبقى دكتور ولا مهندس؟ مش دكتور ولا مهندس، بس كنت اخدت دبلوم تجارة واشتغلت مدير منزل. والعمل يا حسين، هتسيب عادل ابننا يموت؟ وانا في ايدي يا عزة، انا عرضت كبدي وكليتي للبيع ومحدش راضي يشتري. اعمل ايه تاني؟ روح لطارق اخوك، انت مش دايما بتقول ان ليك حق عنده؟ ليا، لكن الطمع عمى قلبه قبل عينيه وما بقاش شايف حد ولا حاجة غير الجنيه. خلاص روح له قول له ان ابننا بيموت وانك محتاج 200,000 جنيه عشان تعمل له العملية. 200,000 جنيه؟ رحت له في شقته اللي في مدينة نصر، لقيته عزل ونقل في التجمع. ما تروح له في التجمع او حتى في اخر الدنيا، روح له يا حسين، ده الامل الوحيد لينا في اننا ننقذ ابننا. انت فاكرة ان طارق اخويا ده عنده قلب وبيحس زينا؟ لا، ده احنا واحنا صغيرين كان بيستمتع بخنق العصافير بايده. ده بني ادم معدوم القلب والرحمة. معلش، روح له وانا هروح معاك، يمكن يحن على ابننا، وخصوصا انه ما عندوش اولاد. ما عندوش اولاد لانه طلق منى مراته بعد شهر من الجواز، وعشان يطلقها اخد نص شركة ابوها. ده كله ما يهمنيش يا حسين، احنا محتاجين فلوس لعملية ابننا، يبقى لازم تروح له. حاضر يا عزة، هروح له وربنا يخلف ظني فيه. مالك يا فتحية؟ هو ما فيش يوم يعدي من غير ما تشتكي؟ بسببك يا طارق بيه انا بقيت ملطشة للخدامين. هي الفيلا بقى فيها خدامين يا فتحية؟ ما انت طفشتيهم كلهم، واخرهم عزيزة الشغالة ورجب الجنايني كمان. طب ايه رأيك بقى؟ رجب الجنايني قل ادبه عليا ومشيته عشان خاطرك. طب وعزيزة عملت لك ايه؟ دي كانت غلبانة ومنكسرة. كانت غلبانة ومنكسرة ايوه، بس كانت حلوة وعينيك زغت عليها يا طارق، وانا مش هرضى ان يبقى لي ضرة. انت اتجننت يا فتحية ولا ايه؟ وطي صوتك، ما تنسيش نفسك يا فتحية. انا مراتك يا طارق ولي حق عليك، وابسط حقوق ان الناس تعرف ان مرات طارق الزيني. ده ما كانش اتفاقنا يا فتحية، احنا اتفقنا ان جوازنا عرفي وهيكون في السر لمدة معينة، وقلت لي انك هتعلن جوازنا للكل. قول ايه للناس ولرجال الاعمال اصدقائي؟ اقول لهم اني اكبر راجل اعمال في مصر اتجوز خدامة؟ انا خدامة يا طارق؟ ده انت حفيت عشان ارضى اتجوزك، وكنت حفيت؟ انا كنت لسه مطلق منى، ولما لقيتك بترسمي عليا وانا راجل ماليش في الحرام اتجوزتك يا فتحية. وعلى العموم هي غلطة وان شاء الله هصلحها قريب. انت عايز تسيبني يا طارق؟ ده انا بعشق التراب اللي بتمشي عليه. انا اسكتي يا فتحية، انت ازاي تدخل من غير ما ترن الجرس يا عزام؟ لا مؤاخذة سعادة البيه، اصل لقيت الباب مفتوح خلاص انت جاي عايز ايه؟ في راجل وست شكلهم مساكين تحت واقفين على باب الجنينة وعايزين يقابلوا حضرتك. مين دول يا عزام؟ عدم لا مؤاخذة يعني يا سعادة البيه، يعني بيقول انه حسين اخو حضرتك ومراته. عزام ما تفتحش الباب ليهم وانا جاي وراك، يلا. حاضر يا سعادة البيه. هو ده حسين اخوك يا طارق؟ لما اخلص منهم هنكمل كلامنا يا فتحية. ما تفتح البوابة يا اسمك ايه انت؟ هو البيه مش قالك دخلنا؟ البيه جاي ليكم بنفسه يا ست هانم. اهو البيه جه اهو. السلام عليكم، ازيك يا طارق؟ وحشني والله يا اخويا. ادخل الفيلا انت يا عزام ساعة فتحية. خير،
عايز ايه يا حسين؟ الله، ما ترد السلام على اخوك الاول يا سعاده البيه. مين الست دي؟ انا عزه، عزه مرات اخوك حسين، ومتجوزين من 8 سنين، ولما اتجوزته كنت فاكراه ملوش اهل استنى انت يا عزة. عامل ايه يا اخويا؟ اخبارك ايه؟ طمني عليك. انا بخير يا سيدي. انت اخبارك ايه يا حسين؟ الله، هو احنا هنفضل نتكلم على البوابه كده يعني؟ هو سعادتك مش هتدخلنا الفيلا ولا ايه؟ عيب عيب الكلام ده يا عزة. وايه اللي عيب؟ ما عيب الا العيب. هو ايه اللي عيب؟ ما عيب الا العيب. يعني ينفع نتكلم كده واحنا في الشارع وهو ورا البوابه؟ للاسف الفيلا بتتوضب وفيها عمال كتير قوي ولسه العفش ما جاش. ربنا يزيدك يا اخويا. انا كنت عايز منك خدمة. خير؟ ابني عادل زي ما انت عارف في اولى ابتدائي، وعنده ورم في المخ ومحتاج عملية هتتكلف كتير قوي. اعمل له بقى العملية في التأمين الصحي بتاع المدرسة، بتبقى على فكرة ببلاش، حاجة كويسة قوي يعني. ويهون عليك ابن اخوك يعمل العملية في التأمين؟ وماله التأمين؟ مستشفيات نظيفة والدواء ببلاش ودكاترة على أعلى مستوى. ما هو دكاترة التأمين هم اللي دلونا على الدكتور اللي هيعمل له العملية، بس للأسف هو عايز 200,000 جنيه. ياه، 200,000 جنيه ده مبلغ كبير جدا. لا 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 لا، ربنا يكون في عونك. وعشان كده أنا محتاج مساعدتك. انت عارف يا حسين، انت عارف ان انا لا بسلف ولا بستلف. كمان الفيلا دي اخدت اللي ورايا واللي قدامي. يا راجل يا راجل، ده انا واخد قرض بضمانها عشان اقدر اشطبها وافرشها. احنا مش جايين نشحت منك، احنا بنطالب بحقنا اللي عندك. لا، جايين تشحتوا، وانا بطلت اشحت. وحق ايه بقى اللي ليكم عندي؟ حق جوزي، حق جوزي اللي انت واكله عليه من سنين. بتقول إيه الست دي يا حسين؟ انت مفهمها ايه؟ بقول اللي سمعته واللي الناس كلها بتقوله، انك واكل حق اخوك في ورث ابوه. استني يا عزة، مش وقته يا اخويا. احنا ايه؟ ابننا بيموت وانت لسه باقي على خاطره. ده مش حقك، ده حق ابنك، وانا مش هسكت عليه، مش هسكت. المقابلة انتهت، واعلى ما في خيلكم اركبوه. اتفضلوا. كانش له داعي ابدا يا عزة تتخانقي مع اخويا. اخوك اللي طردنا وقال علينا شحاتين، ده بهدلنا وانت ما نطقتش كلمه. وكنت عايزاني اتخانق معاه وانا رايح اشحت منه فلوس عملية ابني. شفت انت نفسك قلت ايه؟ اشحت منه. يعني انت كدبت عليا وقلت ان ليك حق عندي. والله العظيم ليا حق، وحق كبير كمان، بس اخد الحق مش بالخناق، خصوصا مع واحد زي طارق اخويا. انت لسه بتقول عليه اخوك؟ هو ايه اللي في العروق ده؟ ايه ده؟ بهدلنا وطردنا من على بوابة الفيلا. واحد غيرك عنده دم وكرامة، كان طبق